عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي. سيد عبد النبي، مرحبا بك. هل تعتقد أن الحكومة الجديدة باعترافها بأن منظومة التعامل مع المشكلات الاقتصادية والأسعار، الحكومة السابقة حكومة الببلاوي، باعترافها أن هذه الحكومة فشلت في التعاطي مع هذه المشكلات، هل تعتقد أن هذا بداية الحل؟ بالتأكيد الاعتراف بالمشكلة هو تشخيص للمشكلة، وتشخيص المشكلة هو بداية وضع اليد على الحلول. وأنا في تقديري أن ما التصريحات التي أدلى بها المشير السيسي من طلب المعاونة من كل فئات الشعب، وأن أي مرشح قادم للرئاسة لا يملك العصا السحرية، هو طريق لإجبار المصريين على التمسك بالتزاماتهم قبل المطالبة بحقوقهم، وأن على كل إنسان أن ينتج قبل أن يتحدث عن احتياجاته وما يحتاجه. بهذا الشكل أنا أعتقد أن حل المشاكل المستعصية والتي هي تراكمات لفترة كبيرة بدأت في الحل. أزمة الأسعار من المعلوم فقط قبل أن يلتزم كل بما عليه من مسؤوليات، الناس تتطلع بشغف إلى معرفة لماذا لم يطبق الحد الأدنى للأجور، لماذا لم يطبق الحد الأقصى للرواتب والدخول على كبار رجال الدولة. معنا قبل قليل أحد المتحدثين قال إن هناك الفئة العليا من القوات المسلحة على سبيل المثال لا يدري أحد كيف تعيش هذه الفئة وما هي مداخيلها. حشمت، ولكن لا أريد التعليق عليه. لكن مسألة تطبيق لماذا لا تريد التعليق عليه؟ يعني هذه نقطة مهمة. كيف تلزم الناس أو كيف تطلب من الناس الالتزام بما عليهم من الواجبات دون أن تكون هناك الشفافية الكافية التي تشجعهم على هذا الأمر؟ أنا أعتقد أن الحديث كان بداية الشفافية من أننا في أزمة حقيقية، وأن على كل إنسان أن يعمل قبل أن يطالب بحقه، وهذا يعني هو ناموس الحياة. لا يستطيع أحد أن يطلب بأجره مقدما، عليه أن يعمل ثم يطالب بأجره. بالنسبة للحد الأدنى، عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، أنا أعتقد أنه كان المسمار الأخير والخطأ الأكبر للدكتور الببلاوي. الحكومة ليس لديها موارد لتمويل الحد الادنى للاجور، هو تقريبا تحتاج الى 18 مليار جنيه، ولو كانت الحكومه صرحت الشعب انها لا تملك موارد وانها قد ورثت موازنه بها مجموعه من البنود الجامده غير قادره على ان تجعلها مرنه من اجل ان تمول الحد الادنى، لكانت الحكومه اكثر واقعيه والاستجابه لها الشعب، لكنها اعطت وعدا لم تعلم جيدا انها لن تستطيع ان تنفذه. وهذا يعني اليوم هو ما قاله يعني سيد عبد النبي، لاحظ ان المطالب او المشكلات الاقتصاديه ومشكلات الحياه والمعيشه كانت في القلب من الحراك الذي طالب بانتخابات مبكره في 30 من يونيو. هل تعتقد أن هذا الأمر يمكن أن يتكرر في ظل تردي وتدهور الأوضاع المعيشية أكثر وعودة المشكلات التي على أساسها خرج الناس؟ بالموارد المتاحة، إذا لم يكن هناك صراحة وشفافية بأن الموارد المتاحة غير قادرة على تلبية هذه الاحتياجات، وإذا أسرفنا في إعطاء وعود لا نستطيع أن نوفي بها، نفس المشكلة التي حدثت للدكتور محمد مرسي عندما حذره البعض من أن الاقتصاد المصري على سبيل الإفلاس، كانت كلمته المشهورة ألا إنهم هم المفلسون. ومن هنا عدم المصارحة وعدم المكاشفة قاد إلى 30 يونيو وما بعده. لاحظ أن مكاشفة أو ما تسميه أنت مكاشفة المشير السيسي جاء بعد حوالي 9 شهور من الانقلاب العسكري أو من حركة 30 من يونيو، يعني تقريبا موازي أو قريب من المدة التي حكم فيها محمد مرسي، بينما محمد مرسي منتخب والسيسي ليس منتخبا. المشير السيسي هو وزيرا للدفاع ونائبا لرئيس الوزراء وليس رئيسا للحكومة. يعني البعض هذا هو وضعه الطبيعي. الرجل هو الذي تصدى بنفسه ولم يطلب منه أحد للحديث في المشكلات الاقتصادية. في كل الأحوال شكرا جزيلا لك السيد عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي، كان معنا عبر الهاتف من القاهرة. شكرا لك. وافق مجلس الوزراء برئاسة إبراهيم محلب على مشروع قرار رئيس الجمهورية المؤقت بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية بعد مراجعته بقسم التشريع في مجلس الدولة. كما وافق مجلس الوزراء على تعديل